10 20 30 5. بعد المرتب بتاعي والله الشهري. وبعدين الفلوس ده آخر همي، الفلوس دي تحت رجلي أصلا. النوعية من الناس دي اللي أنا أقصدها إنك لما تكون مثلا شغال يومية، ولنفترض بتقبض 200 جنيه في اليوم، يعني 6000 في الشهر، ما تجيش تعرفنا احنا معاك، تعرف اللي شغالين معاك، تعرف الناس بره، تفضل تشوف نفسك عليهم، تروح تجيب لبس من براندات عاليه مثلا بالمرتب بتاعك كله، ويمكن كمان ما يكملش اصلا، يعني ما يكفيش المرتب بتاعه انك انت تجيب مثلا لبس من براندات عاليه، او مثلا تصرف فلوسك على السجاير، تصرف فلوسك على الاكل والشرب واللبس والحاجات دي، يعني مثلا عشان تتباهى قدام الناس. انا ما قلتش انك انت مثلا ما تجيبش لبس، ما تاكلش، انك يعني مثلا ما تصرفش على نفسك، بس انا بتكلم في نقطه تانية خالص، ان ليه النوعيات دي بتحب تشوف نفسها على الناس، بتحب تبين للناس ان هي معاها وان هي غنيه وان هي مش عارف ايه. انت المرتب بتاعك ممكن ما يكملش نص الشهر، برضه ما اختلفتش في دي. في نوعيه مثلا من الناس هي ظروفها كده، المرتب بتاعها ما بيكملش لان هي بتصرف على بيتها، بتصرف، بتعمل، بس اللي هي ما بتشوفش نفسها على الناس. انا بتكلم على نوعيه تانية خالص، اللي هو عايز يبين لك ان هو خلاص ما فيش منه اتنين، ولازم ما يعملش، يعني ما ينفعش يبين الحته دي غير لما يشوف نفسه على غيره، يعني يقلل من غيره، فاهمني؟ اللي هو انا جبت كوتش، طب هل ما ينفعش غيرك ده مثلا يجيب نفس الكوتش اللي انت جايبه؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش. انا بس اللي بجيب الكوتشات دي، انا بس اللي بجيب اللبس ده. ليه يا عم؟ مثلا هو المرتب بتاعك قد ايه؟ يعني ال 200 جنيه بتاعتك دي مقويه قلبك للدرجه دي مثلا؟ او المرتب بتاعك عامه؟ فالبني ادم قيمته مش بتبان في الفلوس، قيمته بتبان في التصرفات بتاعته، قيمته بتبان في الكرامه بتاعته، ان هو يخلي لنفسه شأن ما بين الناس، اللي هو انا اشوف الشخصيه دي اقول الشخصيه دي محترمه ومتواضعه وكده يعني. وبعدين اصلا الغني مش بيبين ان هو غني، مش محتاج ان هو يبين ان هو غني اساسا، لانك انت بتشوف الحاجات دي اصلا بتظهر عليه لوحدها. لكن البني ادم التاني الفقير طبعا اللي بيتباهى بال 200 جنيه بتاعته اللي هي محيراه ومجنناه دي، وعايز يبين للناس ان هو قد ايه شخص معاه فلوس وغني وبيجيب وبيصرف ويروح ويجي ويجيب لبس من براندات وعمال يتنفخ كده على الفاضي. الشخصيه دي اساسا فقير من كل ناحيه، فقير ماديا، وفقير من ناحيه الاخلاق، ومن ناحيه التواضع، ان هو مش بيبقى متواضع والناس مش بتبقى شايفاه. النوعيه اللي زي دي انا عن نفسي بشفق عليها، بشوفها عاطله خالص، مش عارف ازاي هو بيبقى بقى شايف نفسه ازاي، انا عن نفسي بشوفه عاطل من الاخر يعني. بس فالمغزى من القصه والكلام اللي انا بقوله انك انت اعترف بحدودك. لما تكون شغال شغلانه بسيطه، خلاص اعترف ان انت شغال شغلانه بسيطه، ما تفضلش بقى تتباهى، ما تفضلش تتباهى قدام الناس. لو جبت حاجه، انا هقول لك من نفسي مثلا اللهم صل على النبي، ايه يا عم الكوتش الجامد ده، ايه يا عم الطقم الجميل ده يا عم اللي انت لابسه، بس. لكن ما تفضلش ان بقى تحزق بقى وتفضل تعرفنا معاك بالمرتب بتاعك اللي انت بتاخده، ايا يكن المرتب بتاعه، ما حدش هيبص لك فيه اساسا، اللي هيبص لك فيه فهو زيك جعان برضه، معلش في الكلمه. آه ففي النهايه البني ادم الغني مش محتاج ان هو يبين ان هو غني، سواء اذا كان من غني اخلاقيا او غني ماديا، الحاجات دي بتظهر عليه. والبني ادم الفقير اخلاقيا والفقير ماديا بتظهر عليه بس. واتمنى تكون الناس فهمت المغزى من كلامي، انا مش بتريق ولا بقلل، بس بوضح لك النوعيتين او بالتحديد النوعيه المستفزه دي بس. قولوا لنا بقى ايه اللي فهمتوه من الكلام اللي انا بقوله ده، وقولوا لنا سواء اذا كنتوا قابلتوا شخصيات من الشخصيات دي، وما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات